لو انت في الثلاثينات او الاربعينات وبتحسي مره واحده ان وزنك بيزيد بدون اي مقدمات، ساعات بيكون ميعاد البريود مختلف او كميه الدم بتبقى اكتر شويه، او بصحى من النوم على كاني مخنوقه ورقبتي وجعاني، كملي معايا لحد اخر الفيديو لان في معلومات مهمه جدا لازم تكوني عارفاها. الاعراض دي ممكن تكون اعراض كسل الغده الدرقيه، والغده الدرقيه مهمه جدا لان بتطلع هرمون الثايروكسين وده اللي مسؤول عن زياده معدلات الحرق بتاعتنا، بالاضافه لدوره المهم جدا في وظائف تانية كتيره جوه جسمنا. نقص الغده الدرقيه في الفتره العمريه ديت عاده مرتبط بمرض او التهاب مناعي اسمه الهاشيموتو ثايرويدايتس او الالتهاب المناعي للغده الدرقيه، وده نسبته كبيره قوي في السيدات في الفتره العمريه اللي قلت لحضراتكم عليها بين ال 30 لل 40. وهنا بتشتكي مره واحده بالاعراض اللي قلناها من شويه: دكتور انا وزني بيزيد مره واحده في منطقه البطن مش تحت في منطقه الارداف على عكس الطبيعي. بالاضافه زي ما قلنا ان ممكن يكون عندي زياده في معدلات الدم اللي بتنزل في البيريود او تغيير وتاخير في مواعيد البيريود. ممكن يكون كمان عندي اعراض سخونه بالليل او وشي كانه سخن بالليل او بقوم ساعات كاني مخنوقه. خدوا بالك ان مش لازم تكون عندي الغده حجمها كبير. في اللحظه دي مهم جدا نروح نعمل تحليل الغده الدرقيه ونطلع على اخصائي بطنه وغدد صماء. وفي عندي غلطه مهمه جدا جدا في تحليل الغده الدرقيه، واحنا بنحلل هرمون الغده الدرقيه او والتي اس اتش الهرمون اللي بيطلع الغده الدرقيه وده اهم واحد بنحلله في الاول، بيتاثر معايا بالستريس وبيتاثر معايا بالاكل وميعاد الصحيان. ولهذا لما تروح تحللي تحليل الغده الدرقيه سواء للتشخيص او حتى للمتابعه، مهم جدا تكون العينه دي الصبح بدري من غير اكل كتير او من غير اكل خالص، وافتكر دايما ان صحتك اهم.